العالم بيقول والله بيقول. تعالوا كده نفكر مع بعض بصوت عالي يعني. احيانا لما بنلاقي حد بيبقى بيتعامل معانا بمحبة وبطيبة وعن طيب خاطر وفتح قلبه قوي وبسيط. احيانا لما بيحصل منه اي موقف بنحاول نعمل ستوب ونقول ايه، نرجعه للنقطة الاولى. لا، ده مش اسلوب ولاد ربنا. اسلوب ولاد ربنا ان احنا نفكر دايما ان نقومه، نحتضنه، ندخله في المجموعة، نسمع له. لكن نفكر ونقول باسلوب العالم واحنا ولاد ربنا، للاسف سامحوني، نقول لا، نسيبه شوية، نتركه شوية، نبعد عنه شوية عشان يتعلم وعلشان يرجع لنفسه وعلشان يعرف يتعامل بعد كده، وازاي يتكلم وازاي يدخل ويندمج معانا، بس بالاسلوب اللي احنا عايزينه. الاسلوب ده مش بيبقى تمام قوي، بيبقى شوية ان احنا مش بنجمع، بنفرق، وان احنا عشان نسيبه يرجع لنفسه ممكن يضيع. لا، احنا ممكن واحنا حواليه واحنا بنعضده واحنا بنتكلم معاه نوصل له الحاجة اللي احنا متضايقين منه فيها، لكن ما نسيبوش ونتركه، لان لو تركناه ممكن يضيع، ممكن ييأس، ممكن ييأس من نفسه، ييأس من اللي حواليه، وحتى الناس اللي كانوا بيحبوهم وكان حواليهم وكان قاعد في كنفهم. للأسف الناس دي بتبعد عنه وبتديله دروس. يا جماعة، احنا كلنا تحت الضعف، مفيش حاجة اسمها أنا أسيبه عشان ياخد درس، ولا أهمل كلمته. يكون هو بيتكلم وبيقول رأيه أهمله تماما وأعمل نفسي مش واخدة بالي، أعمل نفسي مش سامعه، أعمل نفسي عشان يرجع لنفسه. إيه اللي احنا بنعمله ده؟ احنا بنكسر البني آدمين، وممكن يكونوا أطيب ناس، وممكن يكونوا في أفكارهم بريئة جدا، ناس بسطة جدا، ناس محبة جدا، ناس بتتعامل بقلب طاهر بشدة مع كل اللي حواليها. بس للأسف احنا صنفنا. نرجع تاني نقول بلاش نصنف بعض، نرجع تاني نقول بلاش نكون قساة على بعض، نرجع تاني نقول بلاش ان احنا نحكم على بعض. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكم عليك. اطلع القذى والقشه اللي في عينيا والشومه اللي في عينيا قبل ما اقعد اشاور على غيري واقول هو وهو ولازم يرجع لنفسه ولازم يكون احسن ولازم يعرف ازاي يتعامل معانا بعد كده. وساعات كمان لما نهمل واحد شويه ويرجع تاني بحب كده، يعني يبقى معانا ويقعد معانا وكده، نقول بصوا شفتوا احنا ادينا له درس، والدرس ده اتعلم منه جامد جدا. انت بتحكم على ايه؟ ما تحكمش على حد. انت متعرفش هو قلبه طيب قد ايه، وهو بيستحمل. ممكن يكون منكم كتير جدا، بأمانة صدقوني، ممكن يكون البني آدم ده أو البني آدمة دي بتستحمل كتير قوي 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 منكم، بس عشان المسيح اللي جواه أو المسيح اللي مهيمن على قلبه وعلى فكره وعلى عينيه، هو اللي بيخليه يتعامل معاكم ببساطة وبمحبة وبيرجع لكم تاني. هو لو بيتعامل بمبدأ العالم مش هيرجع لكم تاني، لأنكم في وقت ضعفه ما كنتوش سند وعون، بالعكس تركتوه لوحده. لا، احنا مش عايزين نعمل كده زي العالم، احنا عايزين نعمل زي ربنا اللي بيدفدف على ولاده، اللي بيبحث عن كل خروف ضال، اللي بيدور علينا واحنا في عز ضعفنا، في عز سقطاتنا. ما بيديناش دروس، لا، ده بيدينا الدرس واحنا في حضنه. بيدي ولاده الدرس وهو ماسك بايدينا، بيدي ولاده الدرس وهو حاططنا على كفوفه، بيدي ولاده الدرس وهو ناقشنا جوه عينيه. يعني بلاش نتعامل باسلوب العالم. صدقوني، ونقعد نقول احنا احكم
احنا عندنا حكمة. اللي احنا بنتصرف ده عشان احنا ناس حكيمة وناس متعلمة وناس دارسين فن الحياة. للأسف ده مش فن حياة، ده العالم ضحك علينا جامد جدا. خلينا نرجع نكون زي قلب ربنا وزي فكر ربنا وزي معاملات ربنا، حنينين على بعض. خلينا نرجع لبعض وخلينا نبقى طيبين، طيبين بس مش بالكلمة، طيبين بالعمل والفعل، وان احنا نسند بعض. ما نقولش لا احنا اصل احنا احكم من اي حد. للاسف احنا بنضحك على نفسنا. ربنا يدينا كلنا الحكمة، ويدينا كلنا البصيرة، يدينا كلنا ان احنا نكون حنينين على بعض، يدينا كلنا ان احنا نكون بنتعامل بقلب ربنا وبفكر ربنا وبعين ربنا وبحنان ربنا وبمحبة ربنا. كبسولة ليا وليك.